السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جبت لكم طريقة الحمص الشام غير الطريقة التقليدية خالص، طريقة تانية، طريقة الكافيهات والأماكن اللي هي اللي دي بقى شوية. ففقصت بقى وعرفت كده إن هي بتتعمل ازاي، وجبت لكم الطريقة وقلت مش هبخل على حبايبي إن أنا أوريهم الطريقة ازاي. تعالوا معايا نشوفها ازاي. هي سهلة جدا ما بتاخدش أي دقايق. تعالوا معايا هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بينا. طبعا انا كنت ناقعه ده من امبارح. غليت ميه الحمص، نقعه من امبارح وغليته غلوه، ورحت سايباه مغطياه لحد تاني يوم. فما شاء الله ما خدش ثواني على البوتاجاز والسلق. دي حاجه تانية. انا معايا كيس صلصه، معايا طبعا ليمون، ومعايا كمون، ومعايا ملح. هنشوف هنعمل ايه. الطريقه دي طبعا سهله جدا وما خدش معايا ثواني خالص، وبتحتفظي بده كده زي ما هو في الثلاجه. وقت ما بتعوزيه بتطلعيه تحطيه في ميه سخنه، عشان طبعا طالع من الثلاجه ساقع، فانت بتحطيه بميه سخنه. السقعان بتاعه ده هيفك. بعد كده تعملي بالطريقه اللي انا عملتها دي. يعني انت بعد كده تخزنيه في الثلاجه او تحطيه في الثلاجه زي ما هو كده. بعد كده بتطلعيه من الثلاجه تحطي له ميه سخنه على حسب اللي انت عايزاه. يعني مثلا انا عايزه كوبايه زي دي، بحط لها حبه وحبيها في ميه سخنه يسخنوها، واروح دلقه الميه، وبعد كده اعمل الطريقه بتاعتي دي. فهمنا كده؟ يلا نشوف بقى الميه غلت ولا لا. طبعا انا غاليه ميه. احط معلقه حمص اصفيها من الميه، معلقتين حمص اهي، ماشي. وهحط، لا انا المفروض ان هي احط الميه السخنه الاول. هنحط الميه السخنه الاول. دلوقتي انا هحط الاول حبه شويه ملح، برضه مش هكتر عشان مبقاش مالح، لو عايز هحط. وهحط شويه الكمون. وطبعا انا عايزه الشطه دي بالطلب، اللي عايز عايز، مش عايز خلاص. انا هحط بقى شويه شطه هنا. هجيب الميه السخنه، طبعا الميه السخنه على حسب ما انت عايزاها كتير، عايزاها صغيره، يعني على حسب اللي هتشربيه. اهي بس كده كفايه. انا هنا طبعا حطيت بص، هي شكلها كده حمص شام من غير ما احط حاجه. بص عامل ازاي. طبعا احط معلقتين حمص زي ما شايفين، ومعلقه بقى صلصه، اهي معلقه واحده. واحط الليمون طبعا بالطلب برضو، عشان ايه؟ وادي طريقه حمص الشام. ما خدتش ثواني معايا خالص. انت المشكله ان انت بتغلي الميه بس، ما شاء الله. وحطينا الشطه وحطينا كمون وحطينا بس الليمون عند الطلب بقى، لما اجي اشربها عصر الليمون. وادي كوبايه الحمص الشام التحفه الجميله. يا رب تكون الوصفه النهارده عجبتكم. هي دي بقى بتاعت المحلات وبتاعت المطاعم وبتاعت يعني الاماكن كده النضيفه السريعه اللي بيعملوها بسرعه، بس بتبقى طعمها حلو قوي. يا رب الوصفه النهارده تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.